حياتهم كانت هادية لحد ما ربنا رزقهم بابنهم الوحيد عمار بن ياسر. وبعدها بفترة أبو حذيفة، وفضلت العيلة من غير سند في مكة، والناس بقت تعاملهم على انهم اقل من بقية القبائل. في اللحظة اللي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للإسلام، السيدة سمية سمعت كلامه. وقتها جالها إحساس إن هو ده الحق، وإن أخيرا جالها الدين اللي يدي كل واحد حقه حتى لو كان عبد فقير. الأول أسلمت هي في السر، وبعدها أسلم جوزها وابنها. لكن المشكلة إن هم ما كانش عندهم أي حد يحميهم من غضب قريش، لأن قريش وقتها كان لسه الدين جديد، وزي ما قلنا كانوا دايما اللي بيدخل للدين جديد، ولأن هم ضعفاء ومش أغنياء، فهم كانوا من أوائل الناس اللي تتعرض وتعذب كتير جدا بسبب إيمانهم.